الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى وأكرموا عباد الله وفادة شهر رمضان واستبقوا الخيرات فيه ما استطعتم واعلموا عباد الله أن شهر رمضان هو شهر كريم تنوعت لكم فيه الخيرات وكثرت لكم فيه البركات هذا الشهر المعظم الذي تتباهى فيه أيضا كثرة الانتصارات والفتوحات فهو شهر عظيم يزخر بالفتوحات والغزوات المباركة كغزوة شهر بدر الكبرى التي قال الله جل وعلا في حقها ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وكذلك فتح مكة الذي قال الله عز وجل في حقه لرسوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى غزوة عين جالوت التي كانت في العشر الأواخر من شهر رمضان فكل هذه الغزوات عباد الله الفاخرة والانتصارات المشهورة وقعت في شهر رمضان المبارك وكللت جميعها بحمد الله عز وجل بالفوز والنصر المبين فيا ترى عباد الله ما علاقة هذه الأسباب في كثرة الفتوحات والغزوات في شهر رمضان وما علاقة ارتباطها بالظفر والنصر المبين أيها المؤمنون اعلموا أن أسباب النصر
ودعائم الفوز على أعداء الله عز وجل تتوفر في شهر رمضان أكثر من توفرها في غيره من الشهور، وذلك عباد الله لأسرار عظيمة وحكم ربانية جليلة مرتبطة بعبادة الصيام في شهر رمضان المبارك. فهذه الأسباب عباد الله قد ذكرها العلماء على سبيل الحصر وليس على سبيل العموم. ومن أساسيات هذه الأسباب تحقيق تقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى جعل التقوى سببا لوجوب الصيام في شهر رمضان، بل جعلها ثمرة من ثماره العظيمة المرجوة في هذا الشهر، وهي أعظم الغايات وأكرم ما أسر الإنسان في قلبه. فالتقوى عباد الله هي الثمرة المشرقة، فالتقوى عباد الله هي الثمرة المشرقة التي تنير للصائم. فالتقوى عباد الله هي الثمرة المشرقة التي تنير للصائمين طريقهم وتضيء لهم سبيلهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى عباد الله هي الغاية المنشودة وهي النهاية المقصودة، والتي يتنافس من أجلها والتي يتنافس ويتفرق فيها الصائمون في هذا الشهر، الذين هم بحقيقة الصيام وروحه متصفون. فهذه الحكمة عباد الله وهذا السر العظيم كان من أساسيات أسباب النصر وركن كبير من أركان الظفر على أعداء الله عز وجل. وتأملوا عباد الله عجائب آيات إعجاز القرآن في هذا الأمر. في سورة البقرة جاء فيها التركيب العظيم المناسب لأول سورة البقرة مع آخرها. فأولها حديث عن المتقين. قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وآخر هذه السورة قول الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم: فانصرنا على القوم الكافرين. فبين التقوى عباد الله والنصر كما بين السبب والمسبب والمقدمة والنتيجة. فمن أراد عباد الله نتيجة الظفر والنصر فعليه بتحقيق التقوى في قلبه. قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال جل وعلا: والعاقبة للتقوى. فالتقوى عباد الله حقيقتها فعل المأمور وترك المحظور، وهو العمل الصالح الذي أمر المؤمن بتحقيقه في قلبه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد بابا سماه باب عمل صالح قبل القتال. باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه:
إنما تقاتلون أعداءكم بأعمالكم. فالتقوى عباد الله هي الركن الركين، وهي الأس الثمين لمن أراد الانتصار والظفر والفوز على أعداء الله جميعا. ولذلك قيل: من خان حي على الفلاح، خان حي على الكفاح. وثاني أسباب النصر والفلاح عباد الله في رمضان التمسك بالقرآن. التمسك بالقرآن حبل الله المتين لا يخفى على أحد من المسلمين. العلاقة الوثيقة والرابطة العميقة بين القرآن وشهر رمضان المبارك. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن أجل ذلك عباد الله اهتم السلف الصالح رضوان الله عليهم بالقرآن في شهر رمضان اهتماما عظيما، تلاوة وسماعا وتدبرا وعملا وتحاكما إليه واستشفاء به، بل كانوا يتلونه ويصحبونه معينا لهم حتى في المعارك والملاحم الضارية مع الأعداء. قال أبو حذيفة رضي الله عنه: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، فمن تمسك بالقرآن عباد الله وعمل به كان جديرا بالنصر بإذن الله تبارك وتعالى على أعداء الله جل وعلا. ثالث أسباب النصر عباد الله في رمضان التحلي بخلق الصبر. فالصبر عباد الله يعتبر عدة أساسية وزادا أصيلا للنصر على أعداء الله عز وجل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بشهر الصبر، لأن فيه منع النفس عن شهواتها وملذاتها ومألوفاتها التي تحتاج من الإنسان إلى صبر وتصبر وتحمل، يفعل ذلك كله لله عز وجل. وقد سأل الله عز وجل الصبر: كل من قاتل مع المؤمنين، قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالنصر عباد الله قرين الصبر، فالصبر عباد الله قرين الصبر. وقد اجتمعت بحمد الله عز وجل في الصيام أنواع الصبر الثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل. ألا فاتقوا الله عز وجل عباد الله، وخذوا بهذه الأسباب العظيمة التي نتائجها ظفرا ونصرا وتمكينا واقعيا في حياتكم. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقد جمع الله تبارك وتعالى أسباب الفلاح في آية واحدة، فقال عز وجل: يا
أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول عباد الله ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم وجدوا عباد الله واجتهدوا في سائر أيام شهركم الكريم في طلب ما يصلح أمور دينكم ودنياكم. واعلموا عباد الله أن من أسباب أسرار الانتصارات على الأعداء في شهر رمضان نعمة الاجتماع والتآلف. نعمة الاجتماع والتآلف. فشهر رمضان شهر تظهر فيه وحدة المسلمين وقوتهم، ويلوح فيه اجتماع المؤمنين وصفاء قلوبهم، فهم يصومون على هلال واحد ويفطرون في وقت واحد، بل سحورهم واحد، إفطارهم واحد، يجتمعون للصلاة على إمام واحد. فعوامل الاجتماع والتآلف في شهر رمضان كثيرة متوافرة، بحيث تجمع الناس ولا تفرقهم. وهذه عباد الله من عوامل أسباب النصر على الأعداء. قال أحد الحكماء: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقن تكسرنا أفرادا. فمن أسباب الانتصارات في شهر رمضان على الأعداء الاجتماع والتآلف. وثاني أسباب الانتصارات في رمضان عباد الله عبادة الدعاء وكثرته. فالدعاء عباد الله كما تعلمون كان آخر واسطة آيات عقد أحكام الصيام. قال الله عز وجل في آخر أحكام الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء عباد الله له منزلة عظيمة خاصة في شهر رمضان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد. كما أن القنوت في الدعاء استحب العلماء بدايته من النصف الثاني من رمضان. كل ذلك عباد الله إلحاحا على الله في الدعاء، دعاء للمسلمين ولعنا وخذلانا للكافرين. بل قال العلماء: يتأكد الاجتهاد في الدعاء والعمل في العشر الأواخر في رمضان. كل ذلك عباد الله تعظيما لفضيلة الدعاء أولا، وإدراكا لفضل ليلة القدر. ومسك الختام عباد الله، ومسك الختام أن تكون الأعمال عند الله تبارك وتعالى بالخواتم. والدعاء
هو السهم المستتر النافذ في الإصابة بإذن الله عز وجل، وهو من أفضل وأقوى عوامل النصر على الأعداء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي غزوة بدر الكبرى التي كانت في رمضان، لما نظر صلى الله عليه وسلم إلى كثرة عدد المشركين وقلة عدد المسلمين، ألح صلى الله عليه وسلم على ربه في الدعاء حتى سقط رداءه، فأمده الله جل وعلا بجند من الملائكة. وذلك قوله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وقال المفسرون: إن المتأمل في آيتين من سورة الأنفال يجد فيها ذكرا كاملا لهذه الأسباب المعينة على تحقيق النصر، وأبرزها الدعاء الذي ختمت به هذه الآية، والدعاء من أفضل الذكر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يدخل في ذلك التمسك بالقرآن والاعتصام بالذكر والدعاء. فاللهم إنا نسألك خير المسألة، اللهم إنا نسألك خير الدعاء، اللهم إنا نسألك خير الثواب، اللهم إنا نسألك خير العمل. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا اللهم من عتقائك من النار. اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم خذ بنواصينا لما تحبه وترضى، اللهم خذ بنواصينا لما تحبه وترضى. اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضى، فإنك على ما تشاء، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. هذا والدعاء موصول إخوتي الكرام لمن طلب من الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى يشفي مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. والدعاء موصول أيضا للسلطات التي قامت بهذا العمل في ساحة المسجد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورهم، ونسأله جل وعلا أن يوفقهم بما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.